ايش بتوجه لنا رسالة اليوم من مدينة حلب لصناع المحتوى التافهين بشكل عام يعني؟ والله صناع المحتوى التافهين بدنا نقول لهم حاولوا ترتقوا شوي بمحتواكم، تعملوا قيمة بما انه عندكم انتم مثلا اذا كان عندكم متابعين كتير، بالاضافة للتفاهة ما اذا كنتوا كتير مصرين عليها لا عملوا لكم بالاضافة الى شيء مؤثر، شيء هادف، خلي هاي الاجيال اللي عم تتابعكم وبتسمع منكم تستفيد شوي منكم على الاقل، ولو كان عندكم نسبة من التفاهة ومو راضين تخلوا عنها، خلينا نقول اعملوا شيء قيم هادف خلي هالاجيال تستفيد منه. نحن اليوم في حلب، ايش كلمة أثرت فيك أو أكثر كلمة علقت في ذهنك في مدينة حلب، هيك كلمة حلبية عريقة؟ أنا بحب يعني شفت الشوام هيك شاطرين بالحكي، ولكن أهل حلب بينادوا بعض دائما روحي. روحي حلوة جدا يعني، تعامل لطيف راقي وفيه هيك بيكسر الحواجز يعني. نعم. فهي الكلمة مؤثرة جدا فعلا. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. أهلا وسهلا.